سر طعم ولون بسبوسة المحلات ان شاء الله هتلاقوه موجود في الفيديو ده. اهم حاجة ان احنا نمشي على المقادير بالظبط. اول واهم خطوة هي تحضير صوص الكراميل، عبارة عن 200 جرام من السكر، والافضل ان هو يكون سكر ابيض. اضيف عليهم معلقة كبيرة من عسل النحل او عسل الجلوكوز، وكمان ربع كوباية من المية، مش اكتر من كده. هرفعهم على نار تكون متوسطة. في المرحلة دي ما يفضلش ان احنا نقلب بمعلقة، لو قلبنا بمعلقة الصوص هيسكر معانا ومش هيدينا النتيجة اللي احنا عاوزينها. انا هحركه كده باستمرار شوية شوية علشان اتأكد ان السكر داب وما يلسعش من القاع او يدينا نتيجة مش حلوة او طعم مرارة مش مستحب. هنحركه كده شوية شوية، واول ما السكر يدوب هنلاحظ وجود فوران زي كده. هنهدي النار هنا هتكون هادية تماما مع التحريك المستمر لحد ما نوصل للون الكراميل الحلو، اللون الذهبي ده اللي هيظبط ان شاء الله معانا لون البسبوسة وكمان طعمها. هنا هضيف بعد ما نوصل للون الذهبي ده 170 جرام من السمنة، والافضل طبعا ان هي تكون سمنة بلدي، هتدينا طعم رهيب ونتيجة تحفة عن اي نوع سمنة تانية. لكن لو مش متوفر سمنة بلدي تقدروا تستخدموا اي نوع، لكن مينفعش نستبدلها بالزبدة، لان الزبدة ممكن يكون فيها نسبة خض او سوائل فمش هتخلي النتيجة معانا مظبوطة. بعد ما اضيف السمنة هقلب تقليبة بسيطة، وبعد كده هضيف 150 ملي من الحليب البارد، يعني ما يعادل كوباية الا ربع من كوباية الشاي العادية. مع اضافة الحليب هنلاحظ ان السكر ابتدى يقفش ويجمد، مش مشكلة خالص، هنقلبه واحدة واحدة لحد ما يدوب تاني. ونلاحظ هنا وجود تفتيلات بسيطة مع اضافة الحليب، مفيش اي مشكلة، ودي ان شاء الله اللي هتظبط معانا لون البسبوسة. هقلب كده باستمرار لحد ما اتاكد ان السكر داب تماما. هجيب بقى الخليط الكراميل باللون الحلو اللي احنا حضرناه ده واصبه في بوله تانية لحد لما يبرد. شايفين بقى التفتيلات دي مهمه جدا علشان تنجح معانا البسبوسه ان شاء الله. هنا بقى سخنت الفرن على درجه حراره 200 او 220 على حسب الفرن عندك. لو الفرن عندك هادي جدا خلي الحراره 220. الصينيه اللي هستخدمها مقاس 30، هدهنها دهنه بسيطه من السمنه، وهجيب اكياس الفرن الحراريه طبعا كلنا عارفينها. هجيب كيس وهبتدي افتحه كده واخد منه جزء على قد مقاس الصينيه بالظبط، وكمان اتاكد طبعا ان انا فردته كويس وهدهنه دهنه من السمنه. يبقى المقادير اللي احنا حضرناها دي ان شاء الله هنسويها في صينيه مقاس 30. هنركن الصينيه على جنب بعد ما جهزناها، وهجيب دلوقتي دقيق السميد او دقيق البسبوسه. وزنه قد ايه؟ 500 جرام بالظبط، يعني نص كيلو من دقيق البسبوسه. اضيف عليه خليط الكراميل اللي احنا حضرناه بعد ما هدي شويه، يعني تكون ايدينا تتحمل الحراره بتاعته، ما يكونش برد تماما. وهنقلبه. انا هنا مش عايزه اعجن خالص، لو عجننا كتير مش هيدينا النتيجه الحلوه والبسبوسه هتطلع ناشفه معانا. يا دوب بس المكونات تختلط مع بعضها كده تمام قوي. هصب دلوقتي الخليط اللي احنا حضرناه ده كله في الصينيه. هنلاحظ هنا احنا ما استعملناش فانيليا او بيكنج باودر او جوز هند. البسبوسه ما بتتعملش ولا بفانيليا ولا جوز هند ولا بيكنج باودر ولا زبادي، كل مكوناتها حليب، سكر، عسل، سمنه، مش اكتر من كده. هوزع طبعا الخليط كويس وهخبط كده الصينيه خبطتين عشان اتاكد ان هي اتوزعت يعني كويس ويكون كلها ارتفاع واحد. وادخلها الفرن في الرف الاوسط على الشبكه على درجه حراره 200 او 220 بالكتير قوي. لو الفرن هادي مش هتاخد اكتر من تلت ساعه. احضر بقى دلوقتي الشربات، عباره عن كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايتين من الميه وعصره نص ليمونه، هرفعهم على النار. يعني هنحضر الشربات بالطريقه العاديه. اول لما يبتدي يغلي هنهدي النار لمده 10 دقايق وهي كده هيكون جاهز معايا. اول لما الصينيه تطلع من الفرن بيكون اخده اللون الحلو ده. وبالمناسبه انا ما بشغلش الشوايه نهائي، هي بتتحمر كده فوق وتحت واحنا مشغلين الفرن من تحت بس مع حراره الفرن طبعا. هبتدي اضيف السيرب شويه شويه، كل لما تشرب اضيف شويه تانيين لحد لما تاخد كل كميه الشربات اللي احنا حضرناه. يعني نص كيلو دقيق بسبوسه بالمقادير اللي احنا حضرناها، صينيه مقاس 30، الشربات بتاعه عباره عن كوبايه ونص من السكر وكوبايتين من الميه، وهيشرب كل كميه الشربات دي.
تعرفي بقى البسبوسة ناجحة معاكي ازاي؟ لما تشرب كل كمية الشربات اللي احنا حضرناه. هركن بقى البسبوسة على جنب لحد لما تهدى وتشرب كل كمية السيرب زي كده، ونبتدي نقطعها. طبعا مهم ان هي تهدى كويس جدا قبل ما نقطعها عشان تتقطع معانا بسهولة. شوفوا بقى دلوقتي لونها من جوه وبره هو لون موحد تحفة. كمان الكيس الحراري اللي احنا ضفناه في القاع طبعا تقدروا تستغنوا عنه لو مش متوفر، بس هو بيدي يعني تحميصة حلوة كده لقاع البسبوسة زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، بيديها طعم حلو قوي، ناعمة وطرية جدا وطعمها مظبوط. طبعا تقدروا تزينوها بنوع المكسرات اللي انتوا تحبوه. انا هنا عملتها سادة، الاساس بتاعنا هو تقدروا بقى تضيفوا اي نوع مكسرات تحبوه. كمان ممكن بعد ما تستوي تفردوا على الوش طبقة من القشطة زي ما تحبوا. الحمد لله كل اللي جربها بالطريقة دي عجبته. اتمنى انتوا كمان يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف عليكم، وتجربوا الطريقة ان شاء الله وتنجح معاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعة للصفحة واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.